بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هعمل لكم ريفيو عن الكبه. هنعمل فيها كفتة البرول. دي تاني تجربة اهيت عشان اعرفكم ان هي بتشتغل ازاي. حبيت اعمل لكم فيديو تاني عشان اوريكم ان بعمل عليها كل حاجة. دي اللحمة، لقيت حتة كبيرة دي قلت اقطعها نصين. ده كيلو لحمة، حاطة كيلو لحمة. لازم تبقيتي الموتور لما التك كده تروح عمل التك تبقى كده ايه اتظبطت. لفت جامد، عايزة انا امسكها. ده البرغل، نقعت البرغل وصفيته وحطيته بقى تاني، وهنحط التوابل عليه. دي كفتة البرغل. طبعا بعد ما فرمنا اللحمة الاول حطيت عليها البرغل، وده التوابل: مرقة دجاج وبابريكا وملح وتوابل فراخ او لحمة وكمون وكزبرة. كل التوابل اللي انت تحبي تحطيها حطيها كده عشان نضربها كلها مع بعض، وطعم التوابل يخش في كل اللحم، بدل ما اقلبها بايدي لا هي تتقلب كلها مع بعضها. وهنضربها ضربتين كمان. لازم تمسكيها وانتي بتضربي، عشان اول مرة سبتها شغلت وسبتها جريت جريت من على الترابيزة. ما بتكون بالذات حاجة جامدة يعني زي اللحمة كده قطع، لازم تمسكيها وانتي بتضربيها. كده اللحمة مع البرغل مع التوابل. بص اتضربت بقت ناعمة قوي قوي، وعملت انسجة كمان ايه يعني كده مية مية. تصبعيها على طول اهي، بس خليتها في ثواني اهي. تحفة 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 بصراحة. الواحد ندم ان مجابهاش من زمان. لو هتشتري كبة انصحك تجيبي دي، لان انا كنت جايبة واحدة قبل كده ضعيفة ما كانتش بتعملي البصلة بالعافية، كانت 400 واط. انما دي ما شاء الله جميلة جميلة جميلة. هي بتفرم اللحمة، بتعمل اصعب حاجة. كل حاجة بعد كده هتلاقيها سهلة. اللحمة هي اصعب حاجة انك تفرميها، ناعمة جدا جدا بصراحة، اكتر من المفرمة اللي انت هتفرمي بيها مرة واتنين وشين تلاتة. دي انعم كمان. هاتيها ومش هتندمي، هاتيها ومش هتندمي. تحفة تحفة تحفة.